أيا ترى هل يسير بافل على خطى لاهور؟ زيارة الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لكردستان سوريا وانتشار صوره مع الوجه الإعلامي لروج آفا مظلوم عبدي وكبار شخصيات الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية على وسائل الإعلام أصبحت محطة جدل بين الكرد، وذلك لأن إعلام البككة أبدت الصورة وكأنها جزء من مشروع الوحدة الوطنية ووحدة الصف الكردي، ومن لا يعرف على أي نار مستعرة تغلي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، وما الذي يعصف بهذه المدينة في ظل الاتحاد الوطني لا يدركون حقيقة مثل هذه الزيارات في هذا الوقت بالذات. والحق أن زيارة بافل طالباني لكردستان سوريا إنما جاءت من أجل تحقيق هدف واحد تمثل في التغطية على المشاكل الداخلية والصراعات والخلافات التي عصفت بالاتحاد الوطني في السليمانية. أيا ترى من أول من استخدم سياسة التنظيف بروجافا؟ تكتيك طالما مارسه لاهور جنجي، والذي كان رئيسا مشتركا للاتحاد الوطني جنبا إلى جنب مع بافل طالباني، غير أنهما أسلا سيفيهما لبعضهما البعض. فعندما كان لاهور يمر بظرف عصيب أو عند وقوع أي مشكلة كان يزور روج آفا وينشر صور زيارته لهناك، وحتى عندما أقيل من منصبه أيضا حاولت زوجاته تلميع صورته فنشرت صوره مع مظلوم عبدي للتأثير على الرأي العام الكردي ولإظهاره بمظهر البراءة، إلا أن هذا لم يكن كافيا لتبرئته وحفظ ماء وجهه. فهل يا ترى ستنفع مع بافل طالباني أم لا؟ يخطو بافل طالباني خطوات بدعم شقيقه قباد طالباني، خطوات من شأنها تصعيد قضية عزل الاتحاد الوطني والسليمانية وتعقيد أوضاعها أكثر. وكانت أولى هذه الخطوات حرمان الكوادر والقيادات الوطنية المخلصة في الاتحاد الوطني وتهميشهم. الاتحاد الوطني أصبح يعيش على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة، فالبككة قد توغلت بعمق في مفاصل الاتحاد الوطني وتنظيماته في رانيا وقلدزة وشوار قرنة والمناطق الجبلية، بحيث حمت هالة من الخوف والحيطة والحذر والتكاسل على تحركات وتنقلات كوادر الاتحاد نتيجة المخاطر المحدقة بهم، بحيث نستطيع القول إن الاتحاد الوطني فقد تأثيره الحزبي وسطوته في مناطقه تقريبا. كذلك خلقت مسألة ترشيح بافل طالباني وخسارة برهم صالح للمعركة الانتخابية لرئاسة الجمهورية العراقية رغم الأصوات المعارضة في الاتحاد. كل هذه العوامل معا خلقت حالة يأس وعدم رضا في طور الاتحاد. وهاب حلبجي قاتل العقيد هوكار الجاف بجانب مظلوم عبدي. استخدام بافل طالباني أساليب العصابات المافيوية لتصفية معارضه في صفوف الاتحاد خلق حالة من الخوف والرعب لدى أعضاء الحزب وكوادره، وجعلت مكانته في الاتحاد في مهب الريح. وحادث تفجير سيارة هوكار الجاف والتي كانت تقل زوجته وأطفاله واغتياله في أربيل زاد أوضاع الاتحاد تأزيما وتعقيدا. هوكار الجاف القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب للاتحاد الوطني قبل عامين استقال عن صفوف الاتحاد نتيجة الصراعات والمشاكل الداخلية في الاتحاد. اعترف قتلته بأنهم كلفوا بهذه المهمة من قبل استخبارات الاتحاد الوطني وقائد جهاز مكافحة الإرهاب للاتحاد. ومن بين الأسماء التي كشفوا عنه ووهاب حلبجي كان ضمن وفد الاتحاد المرافق لبافل طالباني في زيارته لكردستان سوريا. فيا ترى هل يمتلك من فجر سيارة تقل أطفالا وبدون تردد ضميرا حيا؟ نعم، فبافل طالباني يحاول تبرئة هذا القاتل وإخفاء جرائمه تحت عباءة وحدة الصف الكردي. وهذه ليست الجريمة الأولى لبافل طالباني، ففي 25 تشرين الثاني عام 21 لاقي قيادي مقرب من لاهور جنجي يدعى مراد كاني كردي مصرعه في هجوم استهدف سيارته. آنذاك كانت الشكوك تحوم حول بافل طالباني واستخبارات الاتحاد الوطني. بعد مرور عام وفي تشرين الثاني 22 أدلت عائلة مراد كاني كردي ببيان قالت فيه: منذ عشرات السنين ونحن كوادر ضمن أطر الاتحاد الوطني ولا نقبل جريمة مقتل ابننا، ونعلن انشقاقنا عن صفوف الاتحاد الوطني والتحاقنا بالصفوف الديمقراطي الكردستاني الباردي. بعدها تأكد أن عائلة مراد كاني كردي ليست العائلة الوحيدة التي تركت الاتحاد الوطني وانشقت عنه، بل انشقت العديد من العوائل وشخصيات عن الاتحاد. يذكر أن الاتحاد الوطني يمارس سياسة الترهيب والتضييق والضغط بشكل يومي، وبالأخص تجاه أصحاب الحرف والمصانع ممن كانت تربطهم علاقة مع لاهور، ويمارس سياسة التحجيم والتطهير بحقهم، فلا يسمح لهم بالعمل ويتم عرقلة سير مشاريعهم بشتى الوسائل،
بحيث وصل الأمر إلى قيام بافل الطالباني بطرد من لا ينصت ولا يستمع له من المجال الاقتصادي في السليمانية. كذلك أصبحت الضائقة المالية وليدة رحم سياسة الاتحاد وزعيمه بافل الطالباني وتقليص الصناعات خطرا يهدد أصحاب الحرف والمصانع في السليمانية، حيث توقف المستثمرون وأصحاب الحرف والمصانع إنتاجهم واستثمارهم في محيط السليمانية، بل تعدى الأمر ليقوموا ببيع مصانعهم وأملاكهم ومغادرة السليمانية والتوجه لأربيل شيئا فشيئا. بل يذكر حتى أن أشخاصا أمثال ملا فاروق مصطفى والذي يعتبر صندوق الاتحاد الوطني قاموا بسحب أموالهم ونقلها خارج البلاد. هل سيناقش بافل الطالباني قضايا الاقتصاد في كردستان سوريا؟ يذكر أن شركة قيوان المملوكة لبرهم صالح تتاجر منذ أمد طويل في كردستان سوريا، بحيث يقال إن نفط كردستان سوريا يباع عن طريق شركات الاتحاد الوطني وبرهم صالح بطرق غير قانونية وغير شرعية. ويخمن أن زيارة بافل الطالباني تأتي في إطار تجديد العقود التجارية السرية مع كبار المسؤولين هناك، كما أن هناك مخططا للاتحاد الوطني والبككة للقيام بخطوة سياسية مشتركة تحت شعار المؤتمر الوطني، أي بمعنى أن زيارة بافل الطالباني لمظلوم عبدي وغربية كردستان هي لتوسيع هوة الخلافات والتقسيم وتضليل الشعب وخداعهم، وأن القضية ليست متعلقة بالوحدة الوطنية إطلاقا. لهذا فمن الخطأ أن نرتبط بالصور المنشورة والتي تظهر أن الكرد يجتمعون معا، فهذا ما يظهر للعيان، والمخفي وراء الأستار أعظم. فما وراء الستار يثبت أنهم قتلة الكرد، قتلة رفاقهم دون رحمة أو أدنى تردد أو خوف. نعم، يمارسون القتل والترهيب والتهريب ويعرقلون سير القضاء، فالخلافات مزقت داخل الاتحاد، فكيف سيقود الاتحاد الوحدة الوطنية واتفاق الكرد؟ إلا أن الشيء الوحيد المحقق من هذه الزيارة هو تقوية البككة بشكل أكبر في السليمانية وتعقيد الأوضاع ونشر الفوضى بصورة أكبر منها من ذي قبل.